السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الشيخ أبو حيدر العراقي، المذاهب السبعة. اليوم الدرس الثاني من دروسنا سلسلة الدروس الجيدة إن شاء الله المفيدة لكم، اللي هي الطرق اللي مشت بها شيوخي رحمهم الله جميعا، اللي هي الدرس اليوم مجموعة من أسماء الله الحسنى راح تقربك إلى فتح البصيرة وإلى السمع وإلى أمور أخرى. من أقول فتح البصيرة يعني مو بس تشوف الجن أو تشوف الأمور الأخرى، البصيرة هي شيء لا يقدر بثمن، من تعرف الصح والغلط ومن تعرف وايد أمور. تمام. يقول أحد شيوخنا الله يرحمهم ويرحم موتانا وموتاكم أجمعين، يقول: اسم الله الغفار الغفور الشكور الغافر التواب الحميد السميع البصير الودود الشاكر. هذين الأسماء، كل هاي الأسماء بخرزة واحدة، عدد 21 خرزة من السبحة الفجر، ومثلهن في العشاء بعد صلاة العشاء. تمام. هاي الأسماء شنو فوائدها وش راح تسوي من عدا البصيرة والتقرب إلى البصيرة؟ انتبهوا شو يقول الشيخ الله يرحمه. يقول: فيها سر الصفح والتجاوز، وسر التسبيح وإظهار الجميل، وإصلاح الأمور الفاسدة، وتغطية كل عجيب، وتيسير كل عسير، وترقيق القلوب، وتوفيق العقول، وتصلح لمن اختلط عليه. شو اختلط عنده؟ اختلط عنده في الشهوات امور طيبه وامور مو طيبه، اختلطت، قامت هاي تضرب هاي، مره يصير فاسد مره يصير مؤمن، وضاعت عليه وهو ماشي على السلك على الطريق، بس قامت تغوي الدنيا. تمام. قامت تاخذ الدنيا بفلوس، بنساء، بامور يعني ما يغض بها البصر، يعني امور قامت تختلط عنده، مره يصلي ومره يباع بالشارع، مره يسوي هيك ومره هيك. فهاي الاسماء تفيد بهاي الامور. بعد شو يقول الشيخ الله يرحمه؟ يقول: وتمادى في المخالفات، يعني كان يصلي وملتزم ومن التسبيح والذكر، قام يطلع عن الطريق وتمادى بعد فات زايد. يقول هاي الاسماء اذا مشى عليها راح يستقيم ويتعدل ويبدل الله السيئات بحسنات. شوف بابا شو يقول بعد الشيخ الله يرحمه. يقول: وتنقذك من الغفلات. هاي الغفله، ساعه الغفله تجيك ساعات غفله تنسى بيه ذكرك تسبيحك، تلتهي تطلع تروح تنسى عندك واجبات. يقول هذه الاسماء تنقذك من هاي المشكله الكبيره اللي هي الغفله. وبعد يقول: بدل الله سيئات حسنات، يعني هاي السيئات اللي كنت تسويها وهاي الاسماء الله يبدل سيئات هم حسنات. شوف بعد شو يقول بعد. يقول: ويصفح برحمته عما وقع منه من الزلات. يقول يصفح الله سبحانه وتعالى كنا وكش ما مسوي عنه، كم زله مسوي بحياته. يقول بهاي الاسماء يصفح. فالانسان من راح الله سبحانه وتعالى هاي كلهن يسويهن، فالانسان راح يرجع مثل الطفل اللي يشوف الاشياء الارواح الاشياء الثانيه، يقوم سريرته نظيفه، ما دام انه هو فرمت خلينا نقول بهالشيء، راح يتقرب من البصيره. دروسنا الثانيه راح تكون على امور ثانيه من الاوراد، ولكن هذا الورد المده ايش قد؟ لمده 3 اسابيع مو شهر، لمده 3 اسابيع. بعد الورد الذي هو من سورة الأحزاب الآية 25: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذا الورد مالتنا 30 يوم يكمل نستخدم هذا. من نستخدم الغفار والغفور والشكور والغافر، تمام، والتواب عندنا، والحميد والسميع والبصير والودود والشاكر. هذني الاسماء كلهن بخرزه واحده، بخرزه واحده لمده يعني ال 21 خرزه، تسوي سبحه بها في الدنبوس 21 خرزه، كل هاي الاسماء بخرزه واحده. تكمل الثانيه الفجر بعد الصلاه، وبعد صلاه العشاء كذلك. ما حد يقاطعك نهائيا، مو بنص ال 21 اي يجيب مي اي يودي فلان، لا نهائيا. وحاول تعود بخور طيب، لانه الاجواء الرحمانيه تكون معطره، تحب النظافه الطيب، تحافظوا على وضوءكم. بعد شو يقول يرحم الله سبحانه وتعالى، الله يرحم مشايخنا وامواتكم. يقول: ويصفح برحمته عما وقع منه من الزلات، ويغفر بكرمه ما اجترحه من السيئات.
ومن المحرمات ولا يسمع موعظة. نصحى كان ما يسمع. مين يسوي هاي الأوراد؟ يجي مني نصحى، أما بالرؤية وأما بالحقيقة. هاي طبعا علوم يعني ما تلقيها على النت، لأنه هاي من مخطوطات شيوخنا، كتب شيوخنا اللي تناقلناها من الصدور. اللي يسأل مجرب ولا يسأل حكيم، هذا الكشف اللي يطلع لي على البث أنا ما جبته اشتريته من السوق ولا لقيته على النت يبيعوا، كان كلكم عرفتوا تكشفون هذا الكشف. فهاي الثروة اللي موجودة عندي بالمكتبة بخط شيوخي الله يرحمهم. زين، فأنا اليوم اريد انقل لكم بعض الامور والمجربات اللي جربناها من خلال مشايخنا وشيوخنا جربتها ونجحت وياهم، والسر اللي موجود بهاي الاسماء. تمام؟ يكمل بعد الشيخ يقول ولا يسمع موعظة الا قرعت اذن قلبه. يعني شلون الحين نقول من يسمع موعظة قلبه يخشع بهاي الاسماء. من يسويها؟ يقوم واحد من يسمع مقطع بذكر الله سبحانه وتعالى رأسا يعرف يفسره، يعرف الله شو يريد منا عز وجل، رأسا قلبه يخشع ويتعلم. فهاي الاسماء ركزوا عليها طبعا. زين، يقول الا ولا يسمع موعظة الا قرعت اذن قلبه، ولا ينظر في عبره الا وانطبعت في مرآة فهمه. يعني هسه اللي قلته اني تمام، هذا كلام شيوخنا. طبعا اعيد الاسماء للمره الاخيره وحفظ الفيديو، لان هذا الدرس اللي يجي بعد الدرس الاول اللي قلنا عليه من سوره الاحزاب ايه 25. قلنا عليه نكررها 100 الصبح فجر بعد صلاه الفجر و100 بعد صلاه العشاء. نحسب 30 يوم تكمل. تمام؟ نجي بعد صلاه الفجر باليوم ال 31 نكمل الغفار، الغفور، الشكور، الغافر، التواب، الحميد، السميع، البصير، الودود، الشاكر. هاي كل خرزه 21 خرزه. واريد بالتعليقات تترحمون لنا ولمشايخنا، وراح نعطيكم درس ثاني جميل يكمل هذا الدرس. هذا درس واحده، هذا درس ثاني. الدرس الثالث راح يكون اجمل. هاي الاوراد احتفظوا بيهن والله العظيم شفنا الخير عليهم والبركه. زين، وهذا ابو السر ما ينتسره، بس انتم يعني عائلتي الكبيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.